عمرك قابلت الشخص اللي دايما عايش في دور الضحيه، اللي لو الدنيا حواليه كلها كويسه تلاقيه جاي ويقول لك انا حاسس اني هتظلم، انا مش متفائل؟ الشخص اللي لما تيجي تتكلم معاه لازم يوصل لك ان هو اكتر واحد بيتظلم في الكوكب. الشخص اللي دايما بيحاول يجذب الانتباه لو لقى الدنيا اللي حواليه كلها كويسه والناس مبسوطه. دايما لازم يعمل اي مشهد حزين عشان يقول للناس اللي حواليه قد ايه هو ملوش حظ، قد ايه هو محتاج حد جنبه. الشخص ده هتلاقيه دايما مكشر، ولو سالته مالك لازم يبقى عنده اي مشكله، داخل حرب مع الكواكب، عنده مشاكل مع الانترنت، مشاكل مع المجتمع، بيتخانق مع الريموت كنترول، المهم تبقى اي مشكله وخلاص. ده بيفتح عينه وبيصحى من النوم تلاقيه بيقول انا تعبان ومحدش حاسس بيا. وتشوفه في الشغل لو مر عليه اي حد لازم يوصل له قد ايه هو شقيان وتعبان، واصحابه قاعدين بياكلوا جيلي من الموز وبيشربوا قهوه، اصل محدش بيتعب في الشركه غيره. عارف حتى لو مفيش اي مشاكل وانت قاعد بتتكلم عن حاجه تخصك هتلاقيه دايما بيغير الموضوع ويخش في مشكله عنده، وقد ايه هو انسان طيب جدا، وطيبته دي هي اللي مأزماه وهي اللي مضيعه حياته وهي اللي مخليها الناس تستغله، وقد ايه هو انسان يعني عنده مشاكل كتيره قوي ومشاكل كبيره. المشكله ان الشخص ده حتى لو ماشي في الشارع ووقع ومحدش فكر يبص له او يساعده هيفضل قاعد شويه لحد ما حد ياخد باله منه عشان يجي يقوم، ولو قام هيفضل ماشي لحد ما يلاقي اي حد معدي او اي حد يعرفه عشان يشكي له همه ويقول له قد ايه الوقعه كانت صعبه وكانت شديده، وقد ايه هو اتاذى جدا، وقد ايه ان الناس بقت صعبه ومحدش بقى يساعد حد. فالشخص ده مش عايز يتحرك، مش عايز يحل مشكلته، هو مبسوط انه عايش دور الضحيه. ولو حاولت تنصحه وتساعده هيقول لك انت مش فاهمني، انت زيهم. هو ضحيه من الطراز العالمي، اتظلم او ما اتظلمش فهو انسان مظلوم والدنيا كلها جايه عليه وملوش حظ في الحياه، ودايما هتلاقيه بيوصل لك وبيخليك حاسس دايما بطاقه سلبيه. الشخص ده عنده موهبه يحول اي لحظه سلام نفسي للحظه كآبه. اللي حابه اقوله ان مفيش مانع انك تتعب، مفيش مانع انك تحكي، مفيش مانع انك تتألم، بس ما ينفعش تفضل على كل حاجه كبيره او صغيره تعيش في دور ان انا محدش معايا، انا محدش فاهمني، انا محدش بيساعدني. ساعد نفسك، قوم وقف على رجليك، اتكلم، غير من حياتك، غير من نفسك شويه، ما تمشيش توزع طاقه سلبيه على الناس اللي حواليك. اصل عادي ان الانسان يتظلم، اصل عادي انك تمشي وتقابل مشاكل. وفي حد كان قال لي قبل كده ان احنا مش عايشين في المدينه الفاضله، بس انك تقعد جوه الحفره وتقول انا كده مرتاح، اصل انا محتاج حد هو اللي يجي يطلعني، هي دي المشكله بجد. انت كده انت اللي فيك المشكله، انت مش ضحيه، انت اللي مخلي نفسك ضحيه. في الاخر كده انت بتستعبط. فالدنيا صعبه، الناس بتوجع اكيد. حابه اقول لكم نصيحه، لو في حد في حياتك عايش في دور الضحيه انصحه واتكلم معاه بالراحه مره واثنين وثلاثه، ما سمعش منك ابعد عنه، عشان ده مش بيعمل اي حاجه غير ان هو بيديك طاقه سلبيه مش اكتر، بيخليك انت نفسك تكتئب. فما تخليش حد يستنزف طاقتك، ما تخليش حد يضيع لحظات سلامك النفسي. ونصيحه لكل واحد لسه عايش في دور الضحيه، يا ريت تغير الفيلم ده بقى وتفوق لنفسك وتشوف حياتك ماشيه ازاي. خليك مقاتل. سلام.